السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي نطرزوا الجلابه بالبوانتي كروا بالصم. شاركت معكم الطريقه كيفاش حطيت الكانفا على الثوب ديال الجلابه، يعني شحال خليت فيها في العرض وشحال خليت في الطول. دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم البديه ديال الرشمه ان شاء الله يا ربي، وغادي نوريكم شحال خليت ديال السنتيم باش تجيكم الرشمه زوينه في الجلابه، ما تجيكمش طويله وما تجيكمش قصيره. المهم انا بديت من الفوق، يعني خليت 7 ديال السنتيم وعاد درت الكانفا. دابا انا كنبداها من الفوق. علاش انا بديتها من الفوق؟ باش نهبط الهبطه ديال الجلابه ما تجينيش عاوتاني هابطه بزاف وما تجينيش يعني تجيني العبر ديالها هو هذاك. بالنسبه لهاد الرشمه هذه انا رشمتها غير بيدي وخدمتها، كنت خدمتها في جلابه، خدمتها في جوج جلالب وجات زوينه. ودابا غادي نشاركها معكم عاوتاني في هاد الجلابه هذه. بالنسبه للرشمه انا هنايا خليت هاد الضوفه هذه خليتها. فهمتوا؟ دابا غادي نبداها معكم ان شاء الله. نوريكم شحال خليت هنايا، شحال من سنتيم بالنسبه للرشمه. غادي نبدا معكم، هذه هي الاولى، وغادي نقسم لكم الفيديوهات باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف وهكا باش تعرفوا كيفاش خدمتها. المهم خدمت هاد الرشمه هذه هي الاولى، هي هذه اللي غادي نشارك معكم. غنبداها معكم من الاول. المهم باش نوريكم التقنيات كيفاش كنخدموها ودرت ليها عاوتاني كنزل عاوتاني صيبت ليها هذه، يعني هاد الشكل بحال هكا. يعني هذا اشكال هندسيه، هي داخل فيها اكثر الاشكال الهندسيه. بالنسبه لهذه هاد الرشمه هذه راها بحال هذه تقريبا، غير هذه الوسطانيه كما كتشوفوا درت هنا اشكال هندسيه وهنايا اشكال هندسيه كما كتشوفوها. صافي، يعني الى تعلمنا نخدموا هاد الرشمه هذه وخدمنا هذه وخدينا يعني هاد الرشمه هذه عرفنا كيفاش نخدموها، راه نفس الرشمه اللي بديناها عاوتاني كنعاودوها في الجهه الثانيه. نتمنى تكونوا فهمتوني دابا باش تعرفوا الرشمه كيفاش هي، باش من نبداها معكم تعرفوها هي كيفاش هي. انا خليتها هنا في بالكانفا بقى محيتاش ليها باش تعرفوا الغرزات ديالها كيفاش هما، كيفاش فهمتوني. هذه الا حيت ليها الكانفا ما غاديش تعرفوا شحال خليت الغرزات هنا كما كتشوفوها. الا حيت ليها الكانفا ما غادي تعرفوش شحال خليت هنا. اسمحوا لي الا طولت عليكم بزاف، ولكن راه الفيديو بغيت يكون الشرح ديالو زوين وما يعني يكون كلشي مفهوم. كما كتشوفوا الا حيت ليها الكانفا ما غاديش تعرفوا شحال ديال الغرزات كنخليو هنايا، ها هما واضحين وباينين. الا ما فهمتوش شي حاجه خليو لي التعليقات ديالكم. كما كتشوفوها الرشمه راه هي هذه، راه حيت هاد الرشمه وريتها لكم حيت ما كايناش، راه ما عنديش زعما ما مرشوماش في شي ورقه ولا في شي حاجه، راه مخدومه نيشان في يعني فوق الكانفا. وان شاء الله الا بغيتوا رشمه نحاول نرسمها لكم باذن الله الا ما فهمتوهاش. المهم خلوا لي التعليقات ديالكم باش نوريكم شحال خليت ان شاء الله يا ربي. اول حاجه كنبدا نعبر شحال غادي نخلي ديال السنتيم في هاد الجلابه، يعني شحال غادي تخلي ما بين الخياطه وما بين الرشمه. يعني انا لا، الرشمه خصها تجيني هنا في هاد البلاصه هذه، وهاد البلاصه هذه خصها تبقى عندي ديال السفيفه اولا ديال الراندا. يعني ديك شوفوا نتوما شنو اللي غادي تبغيو ديروا في هاد يعني في هاد الرشمه هذه، اش باغيين ديروا، واش بالراندا ولا غادي ديروها بالسفيفه. غادي نخلي العبار انا ديالي، غادي نقول لكم شحال وغادي نحسب معكم بالتدقيق. يعني هذا فيديو الاول، وغادي نقسم لكم فيديوهات حيت هذه جينا فيديو طويل. المهم هنايا غادي نخلي 3 ديال السنتيم بحال هكا، غادي نعبر بحال هذا الشكل 3 ديال السنتيم.
حيت خصني يجيني انا نفس العبار اللي درت في الاخرى. غادي نخلي 3 ديال السنتيم، غادي نطراسي بحال هكا بحال هذا الشكل، وغادي نحسب شحال جاتني هنايا. غادي نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. عندي هذه هي 15. من هاد 15 هذه هي غادي تبدا عندي انا الرشمه. كما قلنا راه خليت يعني عندي انا 15 باش تجيني نفس الضوفه الاخرى، ما يجينيش العبار هو هذاك. هنا دابا حسبت هنايا 15. غادي نطلع من هاد البلاصه هذه كما كتشوفوا، غادي نحسب عاوتاني من هنا. يعني حنا فين كاينه الابره كما كتشوفوا، فين كاينه الابره حسبت 15. من هنا غادي نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. راه كندير معكم بالتدقيق في هذه الرشمه هذه، حيت الا ما درتوش هذه الطريقه غادي تجيكم اما رشمه كبيره بزاف اولا غادي تجيكم رشمه خارجه. المهم هذه هي البدايه ديالها كما كتشوفوها. كنتمنى تكونوا كتفهموني، واللي باقا ما مشتركاش معنا تشترك في القناه باش توصلك الفيديوهات ديالي الجديده ان شاء الله. اي فيديو حطيت يوصلكم. المهم دابا هنا جاتني هنا في هذه البلاصه، يعني هنا 22 قلنا. باش نبقى عاقله على 22 فين جات، غادي نعلم غير في هذه البلاصه هذه بالقلم، اولا غادي ديري ابره صافي. هنايا غادي نخدم بالصم. وريتكم الطريقه كيفاش كنبرمو الصم، حيت باش ما كيتبرمش لينا بزاف، راه غير كنجمعوا الصم. هانتو هذه هي البدايه ديالي باش نبدا انا، هي هاد البلاصه هذه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. دابا غادي نبدا على بركه الله باش تشوفوا كيفاش غادي نخدمها ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه هي الغرزه الاولى، هي هذه. دابا غادي نرتق الخيط ديالي و الصم. المهم هذا الصم هذا كنتمنى يعني ديروا ليه طريقه صحيحه في البريم ديالهم، حيت الا جمعتوه بزاف غادي يبدا يتخبل لكم وما غاديش يساعدكم في الخدمه. كما كتشوفوا هذه هي البديه. انا راه بديتها معكم من الاول باش تعرفوا كيفاش تتخدم. المهم دابا غادي هذه هي البديه ديالي. غادي نجي لهنا كما كتشوفوا هنا، وغادي نبدا الخدمه ديالي بشكل عادي. المهم غادي نعطيكم الحساب ديالها والعبار ديالها ان شاء الله. غير تفرجوا ان شاء الله في الفيديوهات اللي غادي يجيو، حيت هادو نقسمهم لكم، ما غاديش نقدروا نخدموا هادشي كامل في فيديو واحد. كما كتشوفوا غادي نهبط هنايا بجوج ديال الكروات بحال هكا. هاد الاولى كنسدها وهذه كنخليها. المهم كيبقى اختيار. غادي نجي لهنايا بحال هكا،
هانتو دابا غادي نهبط. دابا غادي نخدم معكم دابا يعني هادي. هانتو كنتمنى تكونوا كتشوفوها. يعني هذه هي اللي غادي نخدمها معكم، حيت هذه هي الاساس باش غادي نخرجوا هاد الرشمه هذه كامله. هانتو كما كتشوفوا هذا انا غادي نخدم 5 ديال الغرزات. هانتو هنا خدمت 5. كنهبط بحال هكا، كنخدم 3 عاوتاني هنا. دابا خدمت 3 كما كتشوفوا كندور بحال هكا، وغادي نهبط عاوتاني بحال هكا. بالنسبه لهاد الهبطه غادي نهبط هنايا 7 ديال هاد الكروات. اهم حاجه هي تعرفوا العبار من خديتوه يعني بالطريقه صحيحه. اما هاد الشيء اللي كاين، اما هادشي اللي تنخدمو دابا راه غير كروات كتحسبيهم وصافي. دابا علاش انا غادي نهبط 7 باش هاد يعني من هنا غادي نبدا نخدم الرشمه ديالي. يعني هذه هي البدايه ديال الرشمه. تنحسب هنا شحال عندي، 1 2 3 4 5 6 عندي 7. دابا 7 غادي نرجع فيهم بحال هكا. الا بغيتو دروس ديال البونتي كروا خليو لي التعليقات ديالكم، نحط لكم فيديوهات تعليميه اللي تعلموا الطرز ديال البونتي كروا. صافي غادي نرجعوا بحال هكا. هادي كنرجع نسدهم. هانتو كما كتشوفوا سديت حتى لهنا. هذه غادي نخليها محلوله. دابا غادي نخدم عاوتاني 3 بحال هكا. غادي نطلع 3 ديال الغرزات. حاولوا تخدموا بالنسبه للصم راه شويه كيكون صعيب. غادي تشوفوا خصك تسرح الصم من التحت هكا بيدك باش ما يجيكش معنكش، اولا يبقى عندك داك الخيوطه متفاوتين. بالنسبه للغرزه كنضربوها في الوسط ديال الكروه. غادي نخدم دابا 3. دابا غادي نخدم نفس الطريقه اللي عندي هنايا. هانتو نحاول نسرح الصم مزيان. كندور بجوج. هادي كندور بجوج. دابا غادي نطلع ب5 بحال اللي طلعت في هادي.
هانتي هذه هي الخمسة، يعني هذه هي الكروه الخمسة. هانتو كنجي عاوتاني هنا ونخدم بحال هكا. دابا غادي نرجع نهبط بحال هكا. يعني انا كنحسب بحال هكا، واحد جوج ثلاثة، هبطت ثلاثة، كنرجع نسدهم ونفس الاتجاه اللي بديت فيه كنرجع فيه. انتو دابا غادي نخدم بحال هاد الشكل. غادي نسد هاد الخمسة، كنسد وحده، كنجي لهنا عاوتاني غادي نخدم هنا ثلاثة ديال الكروات بحال هاد الشكل. هانتو راه باينه كيفاش غادي تبداو. المهم هي البدايه ديال الرشمه باش تعرفوا كيفاش بديتها. اين ما فهمتوش شي حاجه خليو لي التعليقات ديالكم، نشوف فين عاوتاني كاين مشكل باش تستافدوا ان شاء الله من هذا الرشمه هذه. ديما نحاول نسرح بهذا اليد هذا الصم باش ما يتقبلش ليا لتحت. دابا بشكل عادي غادي نسد هادو عاوتاني، غادي نسد هادو كاملين حتى لهنا ونطلع ونرجع معكم عاوتاني. هانتو كما كتشوفوا انا سديت كاملين، راه بقاو ليا هادو. قبل ما كنسد هادي هنايا حسبنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني هادو هما الاساس باش غادي ناخدو عليهم العبار ديال الرشمه. هنايا غتبقى ليا وحده غادي نخدمها هي 8. علاش هذه كنخليها هي الاخرانيه باش كتجيني في الحساب سهله هكا. بالنسبه لهاد الرشمه هذه ممكن ديروها في القفطان في جلابه. في القفطان تهبطوها على طول القفطان كتجي زوينه. ولا بغيتو ديروه في جلابه بحال اللي غنديرها معكم دابا راه كديروا غير نص الثوق. صافي دابا غادي نسد بالشكل هادي، غادي نرجع للبلاصه اللي بديت منها. المهم انا وريتكم هي الرشمه، اما الطريقه ديال الخدمه كتبقى اختياريه كيفاش غادي تخدميها، واش تبدا هي الجهه هي الاولى واش تبدا من هنا، يعني كيبقى اختيار ديالك فقط. دابا الرشمه هي الاساس كيفاش غادي تحطيها. سمحوا لي التليفون ملي كيعمر بزاف ما كيبقاش باغي يصور. غادي نحاول نقسم لكم الفيديوهات. هذه كنسدها عاوتاني غادي نخدم بحال هذه
يعني 3 ديال الكروات. هانتو هنايا خدمت بنفس الطريقه، يعني 3 ديال الكروات. هنا غادي نسد. بالنسبه للصم تخدموه بشويه ليكم، حيت الصم خصك تعرفي كيفاش تتعاملي معاه، ماشي بحال الحرير. الحرير تيكون في الخدمه ديالو ساهل، اما الصم تيكون شويه صعيب الا ما عرفتيش كيفاش كتخدمي تخدمي بالصم. هاد الطريقه هذه غادي نفسها غادي تعاوديها تخدميها بالحرير، ما تخدميهاش بالصم. المهم هي تكوني كتعرفي تخدمي الكروات. انتو عاوتاني هنايا غادي نخدم نفس الطريقه اللي درتها هنايا. المهم الفيديو فيه ما حبسناه ان شاء الله، بعد غادي نشارك معكم عاوتاني، يعني غادي ندير ليها اجزاء في هاد يكون الجزء الاول الثاني، حيت رشمه كبيره ما غاديش نقدروا نخدموها في فيديو واحد. كما كتشوفوا انايا شنو درت. انايا غادي نرجع، انتو شوفوا الخطا اللي درت هنا. غادي نرجع، علاش؟ حيت غادي نخدم واحد الكارو هنا، كنخرج ليها من هاد البلاصه هانتو، ونرجع نخدمها حيت نسيتها. ولكن ما خصناش ننساو هاد الكروه اللي عندنا هنايا. غادي نرجع نخدمها. غادي نرجع لهنا، بالنسبه لهاد الرشمه غادي نخدموها بالعقيق ان شاء الله. من بعد ما غادي نكمل نخدم معكم الرشمه كامله، غادي نديروا ليها التنبات باذن الله. بغيتو تخلوها بلا تنبات ممكن تخلوها بلا تنبات، كان حنا هنا غادي نديروا ليها رقيق ان شاء الله. صافي دابا انا كملت هاد الرشيمه هذه، رجعت للبلاصه من بديت. انتو كما كتشوفوا راه هذه هي البدايه ديال هاد الرشمه هذه، وكما قلت لكم هذه هي الاساس باش غادي نخرجوا الرشمه ديالنا. دابا غادي نخدم معكم عريش كيكون هنا وكيكون مائل، يعني كيكون متكي، ما كيكونش واقف. كيفاش غادي نحسب؟ تنحسب هنا 1 2 3. هانتو كنحسب من هذه 1 2 3، كندور لهنا، كنقص غرزه، وغادي نبدا عاوتاني نخدم بشكل عادي. نرتق الخيط بحال هكا، ما غاديش نسد. لاحظوا معايا حيت ان شاء الله باش نشرح لكم هاد الرشيمه هذه غادي نخدم بحال هذا الشكل. المهم كل وحده بالطريقه ديالها كيفاش تتخدم. هنا غادي نطلع 3 بحال هكا، غادي نرجع نسد هاد 3
غادي نسدهم. هانتو شوفوا الخيط خرج من تحت. المهم هنا يطلع لي واحد الخيط ديال السرجي، ردوا ليه البال حيت كان عندي من التحت. دابا غادي نرجع هكا، نرجع فيها. غادي نسدها، يعني هاد الكروات غادي تسدو بحال هكا. دابا غادي نخدم هنا هاد الطلعه عاوتاني بحال هكا. هنايا طلعت 3 ولكن هنا غادي نطلع 5 ديال الغرزات بحال هاد الشكل. يعني المبتدئات ما يخدموش بالصم، ما ننصحهمش يخدموا هكا بالصم. بالاحسن تخدم بالحرير، وحتى تعلم مزيان عاد تخدم بهذا الصم، حيت الصم كيعنكش شويه ويقدر يعنكشك يعني ما تسمح في هادشي، ولكن بالاحسن تخدمي بالحرير. هانتي غادي نحسب 1 2 3 4 5. عقلوا معايا شحال كنطلع 5. من بعد 5 غادي نخدم عاوتاني 3 ديال، يعني في الدوره هذه. كيفاش كنحسب 3؟ كنحسب هنا 1 2 3 4 5. من هاد الخمسه هذه كنحسب 1 2 3. غادي نطلع عاوتاني ب3 بحال هكا، يعني من نكون يعني كندور بحال هكا وغادي نطلع بحال هاد الشكل 3 عاوتاني. هانتو كما كتشوفوا هنا عاوتاني كندور ب3. غادي نوريكم كيفاش غادي نحسبوا. دابا هذه راه كتجي بحال شكل ورقه ديال الطرز ديال بوانتي كروا. المهم غادي نحسب بحال هكا. غادي نحسبوا 1، هي هذه فيها 5. 1 كنحسبوا 2 3 4، هذه هي 5. غادي نهبط عاوتاني ب3. هيا درت ب3، غادي نهبط عاوتاني ب3. هنايا درت 3، عاوتاني غادي نمشي هنا 3. بعد ما كنمشي ب3 بحال هكا، هانتو هبطت ب3 ومشيت هكا ب3. غادي نسد هادو
هادي غادي نسدها صافي. هادي نهبط لهادي، غادي نحسب عاوتاني 3. دابا غادي نسد غادي نسدهم وغادي نرجع فيهم كاملين. يعني دابا غادي نسدهم ونخدم اتجاه واحد، يعني نفس الخدمه اللي مشيت بها في المره الاولى. من كنت كنرجع نحاول نتبع الاتجاه اللي مشيت به باش هكا تجينا الخدمه ديالنا متقونه. صافي دابا غادي نجي هنا عندي هاد الكروه هادي غادي نضربها بحال هكا. نحاول من نبغي نخرج ليبه نخرجها في البلاصه اللي دخلت فيها المره الاولى باش ما تسكلش شي خيط. دابا صافي غادي نكمل بشكل عادي. غادي نسد كلشي، يعني هاد الدوره كامله غادي نسدها.
بعد ما كنساليها راه سديتها. حاولوا تخدموا كل وحده يعني بخيط، ما ديروش خيط قصير وتخدموا به يسالى لكم هنا ولا. دابا غادي نخدم نفسها هنايا، كنجي لهنا يعني مع انفس مع هذه، كنخلي كارو واحد اخر واحد وسنجي وسنخدم. صافي غادي نخدم بنفس الطريقه. دابا هادو وريقات اللي كنخدمهم دابا. الاساس ديالنا هو هذا يعني هذا هو البدايه ديال هاد الرشمه هادي. هانتي راه نفس الطريقه كنخدم بها هادي. هانتي باش كنعرف عندي الخدمه ديالي مقاده، يعني هذا انفاس كيجي بحال هكا، فهمتوني؟ يعني هانتو بعد ما كنسالي هاد الوريقات، هادو وريقات كيجيو بحال هكا، كتجي وحده متكيه لهاد الجهه وحده متكيه لهاد الجهه. دابا هذه هي البدايه ديال هاد الرشمه هذه، حيت باقي فيها الخدمه. ان شاء الله غادي نشاركها معكم كامله. دابا كما شفتوا كملت هذه. دابا غادي نرجع ان شاء الله الفيديو اللي جاي غادي نخدم معكم هاد اشكال هندسيه كيفاش خدمتها، حتى هي عندها التقنيات ديالها، وشحال خاصنا نخليو ديال الكروات، وشحال خاصنا باش تجيبوا الرشمه ديالكم مقاده مزيانه ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين. الا استفدتي من الفيديو ما تنسانيش باللايك والاشتراك الا كنتو باقيين ما مشتركينش في القناه، وباش يوصلكم ان شاء الله فيديوهات ديالي. اي فيديو حطيتو يوصل لكم ان شاء الله، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله يا ربي. تلقاو فيديو جديد.